اللهم أنك تعلم أني لم أكن حب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجرء الأنهار، ولكن لظماء الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. كلمات قالها معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نزل به الموت: نعم أخوان الغالين، إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات ومشتت القرابات وميتم البنين والبنات. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلا تغفل أخي الغالي عن الموت، فليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين، يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أبناء 20 كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ يا أبناء 30 أدركتم الشباب فما تأسفتم؟ يا أبناء 40 ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم؟ يا أبناء 50 انتصفت 100 وما أنصفتم؟ يا أبناء 60 يا أبناء 60 أنتم على الموت قد أشرفتم. أنسيت الموت وسكرته؟ أنسيت يا عبد الله الموت وسكرته؟ إذا ثقل اللسان وارتخت اليدان وشخصت العينان وبكى عليك الأهل والخلان. أنسيت شدة الكرب وألم الأنين وعرق الجبين؟ فلا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذا أردنا التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، إخواني وأخواتي، إذا أردنا التوبة والرجوع إلى الله فإياكم والتسويف وطول الأمل، والزموا الاستقامة وأحسنوا العمل. فإن الله جل وعلا قال: إن الله جل وعلا قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأسأل الله يحسن لي ولكم الختام. الذي ترون في هذه القبور أناس قد رحلوا من هذه الحياة، انتهى العمل يا عبد الله، وهو الآن في قبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار. فاستعدوا للرحيل، استعدوا للرحيل، استعدوا للرحيل.